داخلين على امتحانات وخلاص تسليمات ومش عارفين نذاكر ازاي. خليكم معانا الحلقة دي وان شاء الله اقول لكم ازاي نظبط تسليماتنا مع مذاكرتنا ان شاء الله بالتوفيق للجميع. اهلا وسهلا بكم حلقة جديدة يوميات مهندسة، معاكم رشا عفيفي. النهاردة هتكلم عن ازاي اوفق ما بين التسليمات وما بين الامتحانات والمذاكرة. انا عارفة ان ده وقت صعب جدا بالنسبة لكم وستريس، وبالنسبة كمان للي لسه داخل الكلية جديد وحاسس الدنيا لسه جديدة عليه وأول مرة يمتحن ومش عارف يعني ايه نمتحن open book، ويعني ايه همتحن في مادة أصلا عملي، والدنيا متلخبطة معاكم ومتوترين. طيب خليه بالراحة كده. كنت قلت قبل كده في حلقة انه احنا طول ما احنا بنظبط تسليماتنا في مواعيدها مفيش حاجة ان شاء الله هتتراكم علينا. لما يبقى انا عندي النهاردة محاضرة مثلا انشاء معماري يوم الحد، فالمحاضرة والدكتور طلب منا لوحة تترسم، تمام. والنهاردة برضو كان عندنا كويز ماث، ومثلا كان عندنا لوحة بتاع الديزاين كان طالبها، تمام. الحاجات دي كلها هتتسلم يوم الحد الجاي، تمام. طيب انا ما اقعدش لغايه يوم السبت بالليل او يوم السبت الصبح عشان اعملها، لا انا ابدا اقسم حاجتي. لو عرفت اعمل حاجه منهم يوم الحد في نفس اليوم يبقى كويس جدا، حاجه تانية اعملها في نص الاسبوع، او اعمل اجزاء مش لازم اعملها كلها اقعد عليها، ابدا افكر، ابدا اقول انا هعمل ايه هرسم ايه كده، بحيث انه ما يتراكمش عليا. اجي في الويك اند كل الحاجات معايا وكل الحاجات ورايا وابقى مش عارف هعمل ايه واضطر اطبق، تمام. ده ازاي هظبط تسليماتي. طب بالنسبه بقى للامتحانات، يعني ايه اوبن بوك؟ طب انا ذاكره ازاي الاوبن بوك دوت؟ طيب خليني اقولك الاوبن بوك ده بيتذاكر ازاي. الاوبن بوك ده انت بيبقى حاجه من الاتنين، يا اما الكلام اللي انت كتبته في المحاضرات، اوكي، يا اما الدكتور بيبقى قايل لكم كتاب او كتابين اسمائهم وانتوا هتخشوا بيهم في الامتحان. طيب انت الامتحان مثلا هيبقى اخرك ساعتين 3 ساعات، هل انت هتقعد تدور في الامتحان على اجابة كل سؤال في الكتاب؟ احب اقولك انك مش هتلحق وهتشيل المادة لو فكرت بالتفكير ده. طب امال اعمل ايه؟ هقولك تعمل ايه. هو بيقولك open book عشان هو مش عايزك تحفظ، لكن هو عايز المعلومة تبقى عندك. سي مثلا لو احنا هنقول انه الاوبن بوك دوت مادة نظريات عمارة مثلا. طيب نظريات العمارة دي كتيرة، تمام، في حاجات اتقالت في المحاضرة. طيب انا اول حاجه محتاجها ان انا اظبط الكلام اللي اتقال في المحاضرات، لو انا كاتبه اظبطه واقراه كويس قوي، ولو انا مش كاتبه اشوف مين كاتبه كامل واخده منه واقراه، تمام. لان في الغالب الامتحان هيجي من المحاضرات، اوكي، او اغلبه. طيب هبدأ بعد كده اشوف الحاجات دي في الكتاب، هبدأ اقرا الكتاب، هقرا الكتاب كله، ده كتاب 600 صفحة هقراه كله؟ لا مش هقراه كله، خلينا اذكياء واحنا بنذاكر. طيب انا هجيب ستيكي نوت وهبدأ افتح الكتاب واشوف الفهرس، تمام. هبدأ اشوف ان هو مثلا النظرية الفلانية صفحة كذا، افتحها وابص واشوف فين الكلام المهم اللي يخصني اللي اتقال في المحاضرات، وابدأ اعلم عليه بماركر والزق ستيكي نوت من بره واكتب عليها الحاجة الفلانية، الحاجة الفلانية، الحتة دي، النظرية دي، المعلومة دي، المعماري ده، وهكذا. انا مش هحفظ حاجة، انا مش هذاكر الكتاب كله، انا هذاكر الحاجات اللي موجود شبهها في المحاضرات والحاجات اللي ريليتد بيها، تمام. بس لغاية كده حلو قوي. طب في الامتحان انا هعمل ايه؟ في الامتحان انا هدخل بالمحاضرات وهدخل بالكتاب. هيجي يقولك امتحان حسن فتحي ونظريته في العمارة، تمام، انت عارف هو الكلام دوت انت قريته، فانت عارف هو موجود فين. هتبص على الستيكي نوتس، هو مثلا اتقال في المحاضرات فانت هتبقى عارف هو موجود في المحاضرة الفلانية هتطلعه وتكتب. طيب هو فرضا ان هو جاب لك سؤال مش من المحاضرات، تمام، ومش من الحاجات اللي انت كاتبها في الستيكي نوت اللي هي ريليتد بالحاجات اللي كانت في المحاضرات، هتعمل ايه؟ هتبص على الفهرس سريعا كده، هتبص ايه ريليتد بالحاجات دي. انا فاكر ان انا قريت حاجة زي كده كانت موجودة فين،
وتطلع وتكتب وتقرا قبل ما تكتب، ما تنقلش وخلاص. خلي بالك انت المواد الاوبن بوك دي من السهل جدا انك تجيب فيها امتياز او جيد جدا، ومن السهل جدا برضو انك لا قدر الله تشيلها. بس خليك سمارت وانت بتنقل، اقرا الكلام، لو عرفت تصيغه بطريقتك اوكي، ما عرفتش خلاص اكتب الكلام المهم. يعني ما تنقلش وخلاص، هو مش بالكتر. تمام، مهم ان انت تبقى كاتب اللي في الصميم زي ما بيقولوا. حاجه بقى محاضرات او حاجه رسم مثلا، حاجه عملي. طيب خلينا نتكلم لو حاجه عملي، لو مثلا عندي انشاء معماري او ديزاين او منظور او كل الحاجات دي، هتبقى الامتحان لوح. اوكي، طيب انا مش عارف ايه اللي هاخده، ما هو اكيد مش هيجيب لي حاجه من اللوح اللي انا رسمتها. صح، هو مش هيجيب لك حاجه من اللي انت رسمتها، بس هيجيب لك حاجه ريليتد بيها. يعني مثلا انت خدت مشروع مكتب بريد، هو ممكن يجيب لك مشروع بنك، ممكن يجيب لك مشروع، انت مثلا خدت مشروع حضانة، هو ممكن يجيب لك مشروع مدرسة. فاهمني؟ في الديزاين مثلا، بتكلم على الديزاين. انت خدت مثلا بيت، ارسم بيتك وصمم بيتك، هيجيب لك مثلا شاليه على البحر. يعني حاجة ريليتد، حاجة نفس الوظائف، فانت اوريدي هتبقى ذاكرتها قبل كده ورسمتها وصممتها. مش هيجيب لك حاجة، انت مش هيجيب لك مستشفى مثلا وانت لسه ما خدتش اي حاجة ريليتد، مش هيجيب لك حاجة معقدة، هيجيب لك حاجة ريليتد باللي انت درسته. كل اللي انت محتاجه ان انت تراجع الحاجات اللي انت اخدتها، تراجع الرسومات، المنظور تبص على المنظور اللي بنقطة واحدة واللي بنقطتين، وازاي ارمي ظل والانعكاس. تمام، دي الحاجات اللي تركز عليها وانت داخل الامتحان. وحاول لو انت بتعمل ديزاين ما تضيعش وقت كبير في التفكير، علشان انت ممكن تعمل فكرة جامدة جدا تضيع مثلا، انت سي مثلا امتحان ديزاين 6 ساعات ولا 7 ساعات، هتقعد تضيع 5 ساعات في التفكير وطلعت فكرة جهنمية، فكرة تحفة، بس انت مش هتلحق في ال3 ساعات ولا الساعتين اللي فاضلين ان انت تظهرها او تبينها، فيبقى انت ايه، لا قدر الله شلت المادة. طيب امال اعمل ايه؟ قسم وقتك، انت سي مثلا عندك 7 ساعات، ما تديش الفكرة اكتر من ساعتين، ساعتين تكون طلعت الفكرة، حتى لو انت مش مقتنع بيها قوي، بس اطلع فكرة واعرف اظهرها وابينها. لان انت كل حاجة عليها درجة، انت الاظهار عليه درجة، ان انت الحاجة كاملة، انت راسم مثلا مسقط افقي وراسم قطاع وراسم واجهة وراسم، ده كل ده عليه درجات. حاول تهتم بانك الاظهار يبقى حاجة سريعة، في مثلا الاظهار باليوكن او بالظل. لو انت مش هتلحق تلون اكوريل او كده، فضيعش وقتك. يعني فاهم، انت مش عارف ان انت مش هتلحق في ساعتين مثلا ان انت تلون البروجكت، ما تضيعش مجهودك. خلاص بص على حاجات اظهار، ازاي تعمل اظهار خفيف باليوكن، ازاي مثلا تعمل ظل ونور وكده وتبقى عملت اظهار. هما برضو الدكاترة ما بيدققوش قوي في الامتحانات، لانه بيبقوا عارفين انه الوقت قليل، وان انت تطلع كونسبت وتطلع دراسات وتطلع كل الحاجات دي في وقت قليل مش سهل. بس برضو لانه بيبقوا شايفين ناس تانية عملت ده، فاهمني؟ يعني في ناس ما شاء الله بتلحق تخلص وتلون واكوريل وكل حاجة، فبرضو هو مش هيساوي ده بده. فحاول انت مش هتلحق تلون، حاسس انك مش هتلحق، بص على الإظهار بالألوان الخشب، بص على إظهار باليوكن، بص على إظهار بالظل والنور. المهم ان انت تبقى عامل إظهار، يجي هو يديلك درجة على الإظهار ما يلاقيش عامل حاجة خالص. تمام، كده تكون خلصت حلقة النهاردة. أتمنى أكون قدرت أفيدكم، ولو عندكم أي أسئلة لأي مادة تانية امتحانها ممكن يبقى عامل ازاي أو تذاكروا ازاي، ابعتولي في الكومنتات وانا هعمل لكم حلقة. حتى لو مش لازم استنى الاسبوع، ممكن اعملها لكم في نص الاسبوع، انا عارفة ان انتوا في ضغط دلوقتي وامتحانات وتسليمات، وانا الصراحة يعني احب اساعدكم. واشوفكم الحلقة الجاية، ما تنسوش بس تعملوا لايك واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد معانا. واشوفكم الحلقة الجاية، والى اللقاء.